السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم رانيا من قناة بيتي ومطبخي سر سعادتي. النهاردة بقى جيت لكم في يوم جديد وفيديو جديد، ونزلت النهاردة عشان أعمل العلاج الطبيعي على رجليا. فكنت قاعدة بقى كده، قلت أصور لكم وأنا قاعدة. دي الأجهزة اللي بقى بعمل بيها العلاج الطبيعي على رجليا، على ركبتي يعني. المهم انتوا عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. واحب ارحب بكل المشاهدين من كل مكان بتشوفيني منه. انا اول ما نزلت بقى هنا، اليوم ده نزلت عشان اعمل العلاج الطبيعي الاول، وكان عندي دكتور تاني يوم الصبح الساعه 10. فانا بقى خلصت العلاج الطبيعي ورحت بقى هنا على المحطه الجمال ده عشان كنت رايحه محطة لاختي ابات بجد عندها. بقت تحفة تحفة. ايه ده، انا قلت لازم اصور المنظر الحلو ده واصور لكم واوريكم المحطة بقى. بصوا الشغل بقى، بصوا محطة القطر، بصوا الجمال. انا بشكر السيد الرئيس على الجمال اللي هو عامله في المحطة ده بصراحة. بصوا حلو قوي. انا اتفاجئت النهارده، بقى لي مدة ما نزلتش المحطة، لقيتها جميلة قوي بصراحة. بصوا الشغل، بصوا بقى ده سوق محطة مصر. انا مش شايفة من الشمس، بس يا رب اكون ايه عرفت اصور. الشمس جايه في عينيا، انا مش شايفه بصور ايه. اتفاجئت بصراحه بالمحطه، كانت جميله. هنا بقى كنت انا بنت عند اختي عشان رحت للدكتور تاني يوم الصبح الساعه 10. كنت قايمه بدري بقى، ده مسرح بيراميد تونسي. وانا كنت خلصت بقى الدكتور بتاعي هنا، وانا راكبه بقى كده عشان اروح. وعدى بقى من على البحر، قلت اصور معاكم واوريكم بقى. البحر كان جميل قوي بصراحه، والصبح كده في الجو الجميل ده كده والهواء النقي. كان اسكندريه بجد اتفاجئت بيها، مش بنزل كتير، لقيتها جميله يعني. اسكندريه قطعه من اوروبا، حلوه بصراحه، عجبتني قوي. والسيد الرئيس مشكور عمل فيها تجديدات. والمحطه اتفاجئت بالمحطه كمان. هنا بقى كنا في الشط هنا على البحر، قلت لا طالما يعني العربيه كان اخرها الميكروباص اللي انا راكباه ده كان اخره المنشيه. فانا بقى نزلت المنشيه، لقيت الجو جميل والهواء نقي كده وصافي وجميل. فانا بصراحه ما كنتش عايزه اروح، قعدت شويه في المنشيه هصور لكم، وبعد كده ركبت بقى ورحت رايحه بحري. شوفوا بقى معايا الفيديو للاخر. طلعت بقى من بحري، رحت عزان. دي السلسله دي، عايزه اوريكم دي السلسله اللي عند الشط. انا بقى بصراحه المكان ده فكرني بايام ما كنت بروح الجامعه، كانت ايام جميله والله. بروح هناك بيبقى فيها نقاء كده في الجو والهواء جميل، وعربيه الايس كريم دي كنا قايم وانا في الجامعه. العربيه دي برضو لسه كانت واقفه كده. هي العربيه ولا هو مش عارفه، بس انا فاكره من ايام ما كنت بروح الجامعه يعني. عند السلسله، اسمها السلسله دي عندنا، وكازينو الشاطبي بقى والحاجات دي، بس اتغير طبعا، ما فيش كازينو الشاطبي دلوقتي. والبحر كان جميل، ولا كان فيه موج ولا هوا ولا حاجه خالص. الجو كان حلو قوي بصراحه. فانا ما رضيتش اروح بقى لما لقيت الجو كده، قلت لا اتمشى يا بنتي شويه بقى، الواحد يفك عن نفسه شويه. وانا برضو ايه، ان لنفسك عليك حق، لازم اعيش لنفسي برضو زي ما بعيش للناس. يعني لازم يعني اريح نفسي شويه بقى من الشغل. قلت اشم هوا كده نقي شويه واتمشى، وبعدين اروح. وعديت على الزنقه اشتريت حاجات، هوريكم برضو. بصراحه اسكندريه وشوارع اسكندريه جميله، في الشتاء كمان اجمل واجمل في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده. انا بتحس ان اسكندريه بقت قطعه من اوروبا بصراحه. ده الحنطوره اهو. هنا بقى كنت وصلت المنشيه، لقيتهم عاملين صخر كده بصوا برضو، بقى المنظر كنت واقفه الجميل ده مصوره عليه. حلو قوي ازاي. طيب وبعد كده هركب بقى واروح بحري، لقيت نفسي زهقانه ومش عايزه اروح. بصوا القلعه، القلعه فين اهي، حلوه قوي. بصوا الجمال. بصوا
هوريكم منشيه برضه. بصوا بقى المنشيه كده، ده جندي مقبول اهو، دي محكمه. عايزه بقى اتمشى كده قدام هنا على السوق كده. الشمس جامده قوي، انا مش شايفه، انا بصور في الشمس جايه فعليا مش شايفه. عايزه بقى امشي كده قدام في ملعب ده هناك ولا ايه. انا ببص بقى تحتيه وبصور عشان ايه هنا. انا هنا بقى كنت تحتيه في هنا المنشيه عند بص الصخر، الجندي مجهول، انا ماشيه على قدام صخر. المحكمه كده عاملين قعده حلوه قوي، ده صخر ده. بص الجمال. كلها قاعده بتشم هوا، والقعده كانت جميله بصراحه، بس كنت لوحدي بقى. مش شايف، ربنا يستر بقى. ده الاتوبيس ابو دورين. الله، اتوبيس ابو دورين اهو، بوريك الاتوبيس. بص جميل ازاي. بص هنا بقى عاملين ايه، قاعده كده حلوه قوي هنا عند المحكمه، قدام المحكمه كده. بص هنا الاتوبيس. بوريكم الاتوبيس ابو دورين الاحمر ده الحلو، كان نفسي اركبه بس هتاخر. انا هنا كنت لسه في المنشيه بقى، بعد كده هركب واروح بقى على بحري. انا قعدت اصور في المنشيه، لقيتهم عاملين قعدات حلوه هنا وهنا ممكن مكان الاطفال تلعب فيه براحتها. حلو بصراحه المكان ده قوي، البحر كان جميل. هنا بقى هروح بحري انا دلوقتي، هنا خلاص كنت نزلت. بحري بقى ايه باللبن. نخش نشوف كده، ده مترو عصير، بتاع العصير ده مترو. شوف اللبن عنده رز بلبن ولا لا. نخش كده ايه نسأل، شوف كده عنده رز بلبن بالايس كريم. اللبن هنا، جبت طبق رز بلبن من عند ايه باللبن في المحل ده، وقاعدة بقى هنا ايه اكل كده معاكم. والله حلو، اسعاره حلو، عامل عرض 25 بدل 30 بالمكسرات. بصوا جميل ازاي. اتفضلوا بقى تاكلوا معايا. كمية مكسرات حلوة قوي، بصوا الجمال.
حلو باللبن ده، في منه عندنا في البطاطا في كل حته. في بقى من غير مكسرات ب20، ده عليه عرض بدل 30 ب25 بمكسرات. بصراحه بمكسرات احلى بصراحه يعني، حاطط كميه مكسرات حلوه قوي. جميل. طبق كبير بصراحه، مشبع. طبق مش عايز يخلص، مش عارفه فيه ايه. انا شبعت ولسه ما خلص. لا بصراحه حلو مش غالي. عامل عرض على المكسرات ب25 بدل 30، والساده ب20. بس بصراحه حلو، حط كميه مكسرات جميله. حلو. انا بصور لكم المحل اهو عشان تعرفوه باللبن، جميل قوي بصراحه. باللبن بقى ده جنب حلقه السمك. انا كده طلعت لقيت بتوع السمك بقى هنا ايه فرشين في الارض، وانا مش هصور لكم السمك وحلقه السمك بيجددوا فيها هنا. خد ب 140. خد اهو 140. بقول لك 140 والله واخد 140. بقول لك العود ايه طبعا. بشوف بس السمك كده. بكام الجمبري ده؟ 180 الشروه؟ يعني الشروه بكام كده؟ يعني شروه ب 80. عادي شروه ب80، بس الشروه تيجي نص كيلو كده صح؟ ايوه. ماشي. اشوف الف لفه واجيلك. هكمل بس التصوير واجيلك. انا عايز اكلك وتدعي لي. ركز تعالى خد اللي انت عايزه. انا كنت جايه المحكمه. دي استاكوزا دي ولا استاكوزا؟ بكام؟ كلهم بما يرضي الله زواتاتي 80 جنيه. كلهم على بعض؟ انا زي ما بيرضي الله زي ما دي بلدي يعني ولا مستورده ولا ايه؟ اه ايه يابا؟ ماشي. حلوه والله جميله 80 جنيه. انت عارفه هناك دي بس لوحدها ب 80 جنيه الجمبري، لكن دي استاكوزا. يعني الاثنين دول يعملوا 160. تعرفنا ولا تعرفنا؟ اه والله حلال عليكي والله، بالهنا والشفا، بالهنا والشفا عليكي. ولا تعرفنا ولا تعرفنا؟ بس والله هو الكم لوحده يستاهل 80 جنيه الكم لوحده يعني، ولك الاثنين. تعرفنا ولا تعرفنا؟ الحمد لله. يلا مبروك عليكي، حلال عليكي. انا هنا بقى بعد ما روحت بصوا اشتريت ايه من الزنقه. جبت شامبو من الزنقه، وجبت منوكير، جبت اللون ده بس اوريكم.
قولوا لي ايه رايكم في الدرجه دي. انا قعدت اجرب الوان كتير على ايدي، بس انا اخترت الدرجتين دول. حتى ايدي بصوا عامله ازاي. وجبت ده برضو، الدرجه دي عجبتني، حلو مش زنقه. جبت الاتنين دول كده ب25. الشامبو ده كان عليه زيت زيت هديه، مش عارفه 38 باين ولا ايه، حاجه زي كده. وجبت الروج ده ميه سينما، بس ده طلع غامق شويه، ب25 الصبع الروج ده. الازازتين المونوكير الواحده ب15، الاتنين ب25. وده الواحد ب25 الروج ده. جبت واحد فاتح وواحد غامق، بس طلعوا مط بقى، انا كنت عايزاهم للميع، وطلعوا بقى واحد فاتح وواحد غامق. وده اللي هو المتخفي العيوب ده، اسمه ايه؟ اسمه بيردا كول. ده حلو بصراحه، يعني انت لو في حسوات تحت عينك ولا حاجه، ده ممكن حلو الماركه دي. ده ب40 جنيه، مش زنقه. انا كنت مستخدماه قبل كده بصراحه، ديرماكول، اسمه ديرماكول، بس حلو بصراحه، جميل. اي عيب بقى تحت العين، سواد، اي حاجه بيشيلها. ديرماكول ده ب40 جنيه، وصبع الروج ب25، ومونوكير الاتنين ب25. قالت لي لو هتاخدي واحد الواحد ب15، فانا خدت اتنين ب25. وده بقى كريم اساس اسمه ميه سينما. استنى، مش عارفه افتحها ازاي دي. استنى، ده هو مفتوح من هنا، مفتوح من هنا، انا مش واخده بالي. اهو. ده بقى بكام؟ هو بحاجه و60 ده، بس جميل قوي بصراحه، اسمه ميه سينما. ده جبته من الزنقه برضو، دخلت الزنقه بقى قعدت الف وجبت حاجات حلوه بصراحه. ده ب65 متهيألي، عشان الديرماكول ب40 وده ب65. وجبت ايه كمان؟ جبت المسكرة ديت ب55، دي MN بس مكثفة، هي قالت لي حلوة اهي. MN قالت لي النوع ده حلو، عشان انا جبت نوعين قبل كده من MN ما كانوش حلوين. دي اهي، بصوا الفرشة بتاعتها عاملة ازاي. استنى اوريكم. رحت بقى الزنقة، ضيعت الفلوس وجيت. بصوا، هي بتقول لي دي انضف ومن الانواع التانية اللي انا كنت بستخدمها، يعني كنت بستخدم MN برضو. هي بقى دي الحاجات اللي انا جبتها. ايه رايكم بقى؟ فونديشن، اسمه فونديشن. ده الفونديشن، وده اللي هو لو في اي عيب كده تحت العين ولا سواد اي حاجه، اللي هو الديرماكول ده جميل جميل جدا. الاتنين دول عجبوني بصراحه. ده كريم اللي هو الفونديشن، كريم اساس، وده اي سواد تحت العين او اي حاجه بيشيلها. ومسكره اهو. دول بقى الحاجات دي كانت ناقصه يعني من عندي، جبتها. ومونوكير، ايه رايكم في الالوان؟ قولوا لي بقى، ردوا رايكم في الالوان ايه مونوكير. وجبت شامبو سانسيلك، انا بحب استخدم الشامبو ده، جميل. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا وتابعتوا الفيديو عجبكم ولسه ما اشتركتوش في القناه، انزلوا اعملوا اشتراك. كنت معاكم رانيا من قناه بيتش ومطبخي سر سعادتي. ولو عجبكم الفيديو هتنسوا تعملوا لي لايك وشير لاصحابكم وكومنت حلو يفرحني. وتنسوا بقى ايه، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله هيعجبكم. واقول له هنا بقى اقدر اقول لكم باي باي، مع السلامه، باي باي.